حنان، شفتي هدير جاية تشترك معانا في المسابقة؟ أنا مش عارف جاية تشترك فيها ازاي. أيوة شفتها، دي مش حلوة خالص. أنا مش عارفة البنت دي جاية ازاي تشترك في المسابقة، ولا شعرها ده بتعرف تسرحه ازاي. هو هنا مكان تقديم مسابقة الشعر؟ مسابقة شعر؟ هو انت فاكرة اني ممكن حد يقبلك بشكلك ده وبشعرك ده؟ ليه؟ ماله شكلي وشعري؟ وبعدين ايه علاقة دوت بالمسابقة؟ ازاي يعني شكلك وشعرك ملهمش علاقة بالمسابقة؟ ده انت مجرد ما هتقولي الشعر هتلاقي الناس بتضحك عليكي عشان شكلك وشعرك. حرام عليكم، انتوا ولا في المدرسة راح مني ولا حتى في المسابقات. حرام عليكم. هدير، حفظتي بيت الشعر اللي انت هتقوليه في المسابقة؟ ايوه يا ميس، بحفظه. قال ايه بتحفظه؟ دي مجرد ما هتطلع على المسرح هتلاقي كل الناس بتضحك عليها ولا تعرف تقول حاجة. هو انا اللي هكسب في المسابقة ديت عشان انا امورة وزي القمر. انا لازم انسحب من المسابقة، انا مش هقدر استحمل كمية التنمر دي عليا. هدير، بقالي كام يوم مش شايفاكي ولا بتحفظي شعر ولا بتحضري نفسك للمسابقة، في ايه؟ انا بفكر يا ماما جديا ان انسحب من المسابقة دي. تنسحبي منها؟ ليه؟ ده انت كنت متحمسة جدا ان انت تشتركي في المسابقة دي. صحابي بيقولولي اني انا مش هفوز في المسابقة دي بسبب شكلي وشعري. اولا، ايه علاقة شكلك وشعرك بانك تفوزي في المسابقة ولا لا؟ تاني حاجة، لازم تحبي شكلك وشعرك زي ما ربنا سبحانه وتعالى خلقك بيه، لأن ربنا خلقنا في أحسن صورة وخلقنا مختلفين. مش كلنا شعرنا ناعم ولا كلنا بيض ولا كلنا أمامير، في اختلاف بينا. بس اللي انتي لازم تكوني واثقة منه إن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا في أحسن صورة. ايوه يا ماما، انا عارفه ان ربنا سبحانه وتعالى خلقنا في احسن صوره، بس الكلام اللي هما بيقولوه بيخليني احس اني ضعيفه او اني وحشه. مش عارفه اعمل ايه واخليهم ازاي يبطلوا الكلام اللي هما بيقولوه لي ده، لاني بيهز ثقتي في نفسي. اوعي اوعي تخلي المتنمر يحس انه قوي وان هو يقدر يهينك. لازم تعرفي ان المتنمر شخص ضعيف الشخصية وما عندهوش اي ثقة في نفسه، علشان كده لازم تحسسيه انك قوية وان انتي مش مهتمية بكلامه. وخليكي واثقة من نفسك وتجاهليه وانجحي في حياتك، علشان ده اكتر حاجة بتوجع المتنمر وتخليه يندم على كل كلمة او فعل عمله معاكي. علشان كده اوعي تنسحبي من المسابقة، واجتهدي واحفظي الشعر كويس، ومش هتنسحبي من المسابقة وهتقوليها حلو وانتي اللي هتفوزي فيها. فعلا انا لازم اكون شجاع وواثقه من نفسي واحقق ذاتي علشان اقدر اتغلب على التنمر، ومش هنسحب من المسابقه وباذن الله هفوز فيها. هدير، جاهزه للمسابقه؟ ايوه يا ميس، جاهزه ان شاء الله. أنا قطعة من جسدها ونبض من فؤادها، أنا لا أكون لولاها والله ولا أنعم بالحياة بلاها، أنا سر وجودي كيانها وتوفيقي يكون بدعائها، هي هبة من الرحمن وتحت قدميها الجنان، أمي يا بسمة فمي وفرحة عيني يا باقة زهري. هدير، مبروك، فزتي في المسابقه.